بتحس أحياناً إن في ناس أول ما تدخل المكان الكل يركز معاها من غير ما تتكلم كتير، من غير استعراض، عندهم حضور وهيبة. وفي ناس تانية مهما تتكلم أو تشرح محدش بياخدها بجدية. السؤال الحقيقي مش هم عملوا إيه، السؤال أنت بتعمل إيه غلط من غير ما تاخد بالك. الحضور مش موهبة غامضة، هو سلوك بيتبني كل يوم أو بيتكسر كل يوم. أول غلطة بتكسر هيبتك إنك تشرح زيادة. كل موقف تحس إنك لازم تبرر، تفسر، تقنع، وده بيبعث رسالة خفية: أنا محتاج موافقتكم. اللي واثق بيختصر وبيسيب أفعاله تتكلم. تاني غلطة الموافقة السريعة، ماشي على طول من غير ما تفكر. في الأول تبان متعاون، بعد كده تبان سهل، والسهل الناس بتعدي عليه. تالت غلطة إنك تضحك على كل حاجة، حتى لما حد يقل منك تضحك وتعدي. تفتكر كده بتحافظ على الجو، بس الحقيقة إنك بتعلم اللي قدامك إن ده عادي يتكرر. رابع غلطة إنك دايما متاح، بترد فورا، موجود في أي وقت، مفيش حدود. الغريب كل ما زادت تحتك قلت قيمتك، لأن النادر دايما أغلى. خامس غلطة الكلام الكتير عن خططك، تحكي بحماس، ترسم صورة كبيرة لكن من غير تنفيذ واضح، ومع الوقت الناس بتصنفك كلام وبس. سادس غلطة تقبل قلة التقدير، موقف صغير، كلمة عابرة، وتقول مش مستاهلة، بس التراكم بيصنع صورة، والصورة دي بتقول إنك موافق على الأقل. سابع وأخطر غلطة التنازل عن حدودك، مرة ورا مرة لحد ما يبقاش فيه خط أحمر، وساعتها أنت بنفسك اللي لغيت هيبتك. الحقيقة البسيطة، الهيبة مش صوت عالي ولا مظهر، الهيبة هي وضوح وحدود واتساق. تعرف تقول لا في الوقت الصح، وتسكت لما السكوت أقوى من الكلام، وتنفذ أكتر ما تتكلم. ابدأ بحاجة صغيرة النهاردة، موقف واحد بس ما تبررش فيه، طلب واحد بس فكر قبل ما توافق، حد واحد بس ما تسمحلوش يتجاوز. ومع كل مرة هتختار نفسك صورتك هتتغير من غير ما تشرح لحد. اشترك وخليك معانا، لأن الجاي ممكن يكون نقطة التحول في حياتك.